السلام عليكم، واش اخباركم؟ نتمنى تلقاكم هذا الفيديو في افضل الاحوال يا ربي، ديما اون فورم وبصحيحه مزيانه، ناشطين وفرحانين. وبلا ما نطول عليكم بزاف ندوزو نكتشفوا القصه ديال اليوم. القصه ديال اليوم غريبه بزاف، قصه غريبه والتفاصيل ديالها من اغرب ما يكون. واغرب حاجه في القصه هو ان مول الفعله مستحيل يطيح لكم على البال. كنعاود ناكد، مستحيل يطيح لكم على البال. تبعوا معايا الفيديو بالتفاصيل باش تعرفوا القصه كامله. غنبداو القصه ديال اليوم مع واحد الشاب الاسم ديالو دريس في العشرينات من عمره. اخلاقه مزيانه وكل شيء كيشكرو. دريس هو الولد الوحيد في العائله، عنده جوج خواتات كبر منه وديجا مزوجين وعايشين في نفس المدينه. دريس كان عزيز على الام ديالو بزاف، عنده مكانه خاصه في قلبها لانه هو الولد الوحيد وهو اللي غادي يهز سميه العائله من بعد. وحتى هو كان مرضي ميمتو، ديما مهلي فيها ومكبر بيها لانه هو اللي بقى عايش معاها من بعد موت باه. الام ديال دريس الاسم ديالها الحاجه عيشه، كانت مرة بسيطه عايشه بفلوس تقاعد ديال راجلها المرحوم، وحتى بنيتها كانوا مهلين فيها ماديا لانهم بزوج موظفات. الحاجه عيشه واحد الانسانه اللي كتبغي راسها بزاف، عاشت مفشه ومدلله مع راجلها الله يرحمه، وفاش مات بقات عايشه بنفس الطريقه. الحاجه عيشه كانت كلمتها ما كطيحش الارض، كتدخل في الكبيره والصغيره، كتدخل في كل شيء. مثلا ولدها دريس فاش شد البكالوريا هي اللي اقترحت عليه يدير الهندسه، لانها كانت باغا تفتخر به وسط العائله والجيران باش يبقاو يقولوا ام المهندس جات، ام المهندس مشات. المهم غندوزو دابا نتعرفوا على البطله القصه ديالنا اللي الاسم ديالها سلمى. سلمى بنت ظريفه وحنينه، قلبها كبير. باها عنده محل ديال المواد الغذائيه، والام ديالها ربات بيت، وعندها 3 الخوت، بنت وجوج ولاد. كانوا عائله مزيانه مستقره وعايشين فرحانين باللي قسم الله. ام سلمى الاسم ديالها لاله مليكه، مرة طيبه وقلبها كبير، ودايره وليداتها هما حياتها، كتعرف بينها وبين الله وكتهلا في وليداتها، وديما مقابله الكبيره والصغيره في داكشي اللي كيخصهم. سلمى دخلت تقرا في مدرسه المهندسين من بعد ما شدات البكالوريا ديالها، لانها دارت مجهود كبير وضربت تماره ديال بصح باش وصلات لهذا الشيء، لانها من الصغر وهي كتحلم تكون مهندسه. سلمى كانت هي الفخر ديال عائلتها، لانها حققت الحلم اللي كانوا كيحلموا به ملي كانت هي مازال صغيره. بدات سلمى قرايتها وكل شيء غادي في امان الله. واحد النهار المدرسه ديال المهندسين نظمت معرض ديال تصاميم الطلبه، وكل شيء حضر. الطلبه اللي كيستعدوا للتخرج بحال دريس باش يوريو تصاميمهم اللجنه، والطلبه اللي يلاه بادين بحال سلمى باش يستافدوا من تجارب الناس اللي سابقينهم. دريس كان انسان موجد وكل شيء كيشكره، وحتى هو كان فخور وفرحان براسو بداكشي اللي وصل ليه ومن حقه بطبيعه الحال. في المعرض سلمى كانت منبهره وفرحانه، كتدور تشوف التصاميم بشغف وحب استطلاع، حتى وقفات حدا واحد التصميم اللي تار انتباهها بزاف وعجباتها الطريقه باش مخدوم. وشويه جا وقف حداها مول التصميم اللي هو دريس، وبدا كيدوي معاها وكيشرح ليها، بداو كيديو ويجيبوا في الهضره. وسلمى شكرات خدمته بزاف وتعرفوا على بعضياتهم. وقالت لي سلمى انها يلاه بدات القرايه في المدرسه وانها متحمسه بزاف باش تكون تلميذه مجتهده وتحقق الحلم ديالها وتجيب نقط واعرين، وهو كذلك حاول يتقاسم معها التجربه ديالو ويفيدها بداكشي اللي كيعرف. المهم عطاها دريس معلومات ونصائح اللي ممكن تفيدها، وتبادلوا الارقام ديال بعضياتهم ودوزوا الجوله مع بعضياتهم. علاقه سلمى بدريس ما سالاتش بنهايه المعرض، بالعكس زادت تعمقات، ولاو كيتلاقاو يدوزوا الوقت مع بعضياتهم. كانوا اصدقاء مقربين، وشويه بشويه وبلا ما يحسوا تحولات علاقتهم لعلاقه حب. كانوا كوبل زوين كيشجعوا بعضياتهم، كل واحد كيعطي حافز للاخر باش يحقق احلامه. دازت الايام وجا نهار التخرج ديال دريس اللي كان بحضور سلمى وحتى عائله دريس اللي جاو باش يشاركوه الفرحه ديالو. هنا قرر دريس يعرف سلمى على الام ديالو وعائلته، وداز التعارف بشكل عادي، ومن بعد علمهم بلي ملي غادي يلقى خدمه مزيانه ويستقر غادي يتزوجها. وفعلا من بعد مده مشات عائله دريس خطبوا سلمى، ودازت الخطبه بخير وعلى خير، وحدوا موعد العرس من بعد ما يسالي المكتب ديال الهندسه اللي كان كيوجدوا بشراكه مع واحد الصديق ديالو اللي
اللي تعرف عليه في مدرسة المهندسين. دريس وسلمى كانوا متفقين من بعد الزواج يسكنوا مع الام ديال دريس، لان الدار كانت كبيره بزاف والام ديالو ساكنه غير بوحدها، واتفقوا ان سلمى غتكمل قرايتها بشكل عادي مور الزواج وتحقق حتى هي الاحلام ديالها. دازت الايام وجا نهار العرس كان كبير بزاف على حقو طريقو بالتقاليد المغربيه الاصيله. دريس وسلمى كانوا فرحانين بزاف، ما قاداهم فرحه، لان داك النهار هو اللي غادي يجمعهم في دار وحده للابد كيف كانوا كيتمناو. في وسط العرس في وقت العشاء بالضبط، سلمى كانت في البيت كترتاح شويه في انتظار تجي النقافه تلبسها اللبسه الاخرى، وفجاه حست بشويه الجوع وجات عندها السربايه جابت ليها عصير وحلوى صغيره، وخرجت النقافه حتى هي تاكل مع صحاباتها في انتظار تسالي سلمى الماكله. من بعد ما سالات نقافه الماكله عيطات لدريس باش يجي حتى هو معاها باش يدي سلمى ملي تبدل ليها، ودخلات نقافه ودريس. وهنا كانت الصدمه، لقاو سلمى طايحه الارض والرغوه خارجه من فمها واللون ديالها بدا كيولي زرق. النقافه مشات كتجري عند ام العروسه لاله مليكه، جابتها بشويه بلا ما يعيق حتى حد من المعروضين. دخلات لاله مليكه وشافت منظر ما كتمنى حتى تشوفو ليله عرس بنتها. برد ليها الماء في الركابي لانها لقات دريس مع النقصه الماء وكيبكي وما فهمات والو. شويه جا الطبيب اللي عيط ليه دريس، ولكن مع الاسف ما لقى ما يعتق، لقى مول الامانه دا امانته. صدمه كبيره صعيب على العقل البشري يتقبلها. الخبار دعت في العرس شويه بشويه، شي كيوصلها لشي حتى عرف كل شي، وناضت الروينه والصداع والغوات في العرس. من بعد عيطوا للبوليس وخبروهم بموت البنت ليله عرسها، وجاو باش يعرفوا اشنو واقع كيفاش وعلاش. البنت كانت صحة سلام فرحانة وناشطة، وفجأة ولات جثة هامدة بدون سابق انذار. جات الشرطة العلمية للبيت فين كانت سلمى، خداو تصاور وداو سلمى من اجل التشريح الطبي، وخداو حتى شوية الحلوى اللي بقات في الارض وحتى داك العصير اللي شربات منه سلمى. وبالنسبة للبصمات كانت مهمة صعيبة بزاف لان الدنيا تخلطات وكتر الداخل والخارج البيت فين كانت سلمى ديك الليلة. الشرطه بدات التحريات ديالها باش ياخذوا لائحه اسماء الناس اللي دخلوا عندها لبيتها ليله العرس. لقاو باللي غالبا العائله اللي دخلاتو النقافه والبنت السربايه اللي جابت العصير والحلوى. الشرطه داروا تحقيق مع النقافه اللي قالت لهم باللي كل شيء كان عادي وما لاحظت حتى حاجه غريبه ولا مثيره للشكوك. العائله دخلوا مره الناس المقربين بحال اختها ومرات خوها والام ديالها هي اللي كانت كتدخل عندها بزاف، وفي الاخير دخلات السربايه وتما خرجت النقافه حتى هي باش تاكل مع صحاباتها حيت عيطوا ليها تاكل معاهم. وفاش رجعات هي وراجل سلمى لقاوها في ديك الحاله. هادشي اللي قالت نقافه للبوليس. من بعد استدعوا البوليس السربايه اللي خفت بزاف، بقات كتبكي بزاف وقالت لهم بلي هي غير خدامه على راسها وما فاهمه والو من داكشي اللي وقع، ومستحيل تقدر دير بحال هاد الفعله ولا تقتل روح، وبلي هي وصلت الماكله بشكل عادي وما كانش عارفه شنو فيها. مشاو البوليس للكوزينه باش يحقوا مع كاع السربايه وتلاقاو مع التريتور اللي قال لهم بلي كل شيء كان عادي ديك الليله وما شاف حتى حاجه ما هياش. فسولوه شكون كان كيدخل لبلاصه الطياب، قال لهم بلي الحاجه عيشه هي اللي كانت كتدخل بزاف وهذا الشيء عادي باعتبارها مولات العرس، وكانت واقفه على الصغيره والكبيره. وقال لهم بلي كانوا كيدخلوا ناس اخرين حيت هذا عرس وضروري من كثره الدخول والخروج. في هذا الوقت خرج التقرير ديال الطبيب الشرعي. التقرير ديال الطبيب الشرعي اكد ان سلمى ماتت نتيجه التسمم اللي تعرضات ليه، وفعلا لقاو داك السم في الكاس العصير والحلوى اللي كلات في وقيته العشاء. والدين سلمى مساكن وعائلتها استلموا الجثه باش يدفنوها وداروا الجنازه ديالها، وكانت ظروف صعيبه بزاف عاشتها العائله لان داكشي اللي طرا ما كانش في الحسبان. العائله كانوا عايشين فرح ولاو في جنازه ديال بنتهم اللي يلاه قالت بسم الله في حياتها. البوليس خلاو عائله سلمى ايام قليله يحزنوا على بنتهم، ومن بعد استدعوهم باش ياخذوا معطيات كتر. اب سلمى وامها كانوا منهارين لدرجه انهم ما قادرينش يجاوبوا على اسئله البوليس ودموعهم كتغلبهم. الاب ديال سلمى قال بلي هو ليله العرس ما بقاش بزاف د الوقت حيت هو ما عندوش مع الاعراس والموسيقى بزاف، وبلي جا ديك الليله تصور مع بنته ومشى بحالته للدار حتى عيطوا ليه وصدموه بديك الخبار، وجا كيجري لقى بنته جثه. وقال الاب نقطه اللي شدوا فيها البوليس هي ان خد سلمى كانت كتغير منها وكتدابز معاها بزاف.
وزاد وضح بلي الوالدين هما السبب في داك الخلاف، حيت كانوا كيديروا شويه التمييز، كيقولوا الاخت سلمى الكبيره شوفي اختك صغر منك غتولي مهندسه جات غير موراك وغتزوج مهندس وانت كبر منها ومازال بلا زواج. هادشي كان كيخلي خت سلمى تحقد عليها شويه، لدرجه شي مره ضربوا شيرات خت سلمى الكبيره على سلمى بكاس الزاج، حفظ الله ما يجي في وجهها، جاب الله ناض خوها الكبير وفرق بيناتهم. قال الاب بان بنته الكبيره ولات معصبه بزاف في الفتره الاخيره، وسلمى كان قلبها ابيض ودغيا كتسامح مع اختها وترجع تهضر معاها لانها اختها الكبيره، وبطبيعه الحال عادي كيطراو هاد الخلافات بين الاخوه. البوليس استدعاو اخت سلمى باش يحقوا معاها، وفعلا بدا التحقيق. البوليس اتهموا اخت سلمى بلي هي اللي قتلاتها، ولكن هي قالت لهم بلي ما عندها حتى علاقه بالموضوع. هنا البوليس واجهوها بلي عارفينها كتغير منها. هي قالت لهم ماشي غير انا اللي كنت كنغير من سلمى، حتى مرات خويا كانت كتغير منها بزاف، خاصه فاش خطبها دريس ما حملاتهاش لانها حست بالنقص مقارنه بها، وكانت كتعبر على هادشي قدام العائله كامله. البوليس جابوا زوجة خو سلمى من اجل التحقيق. زوجة الاخ بدات كتبكي واعترفت باللي فعلا كانت كتغير من سلمى حيت غتزوج مهندس وداكشي بسبب الشيطان، ولكن قالت مستحيل نقتل انسان، راني وعندي وليدات، كانوا مشاعر الغير ولكن القتل مستحيل ما يمكنش. البوليس ما لقاو حتى دليل مادي ضد زوجة اخ سلمى واختها وطلقوهم. من بعد جابوا البوليس خو سلمى من اجل التحقيق. هو قال لهم بلي اختو سلمى كانت مصدر فخر للعائله لانها حققت حلم الاب وكانت غتولي مهندسه كيف كان كيتمنى، وكانت بنت ظريفه بزاف ومحبوبه. البوليس عاودوا جابوا الخت الكبيره ديال سلمى وزادوا زيروها، قالوا ليها اعترفي باش نخفوا عليك الحكم، ولكن البنت كانت منهاره وغير كتبكي وقالت لهم مستحيل نقتل اختي، واخا كنت كنغير ولكن راها كتبقى اختي وانا ما نقدرش نقتل حتى دبانه، عاد انسان. دريس في هذا الوقت كان كيتعالج في المستشفى لان حالته كانت خايبه بزاف وما قدر يعطيه حتى تصريح للبوليس. البوليس في هذا الوقت مشاو عند دريس اللي قالت لهم انا خايفه على ولدي بزاف، كيبان ليا من نهار وحالته خايبه، من نهار ماتت سلمى مسكينه وحالته كتكفس. الام بقات غير كتبكي. هنا البوليس تفهموا الحاله ديالها ومشاو يحقوا مع خواتات دريس. اختو الاولى قالت لهم باللي مشاو هما والام ديالهم ودريس خطبوا سلمى، هما اللي وجدوا الخطبه باللي البنت كانت ظريفه بزاف كتدخل الخاطر وما فاهمين حتى حاجه من هادشي اللي وقع ليها. الاخت الثانيه قالت نفس الهضره ديال اختها ولكن مع واحد الاضافه اللي كانت مهمه بزاف بالنسبه للبوليس. قالت بلي الام ديالهم ما كانش باغا العروسه لانها من صغر ديال دريس وهي باغا تزوجو بنت ختها شاديه لانها كانت موعداه بهذا الشيء. وقالوا باللي من بعد شاديه والام ديالها حضروا العرس بشكل عادي واكيد فهموا باللي الزواج مكاتب. هنا البوليس استدعاو شاديه اللي قالت بلي علاقتها بسلمى كانت محدوده بزاف، شافتها غير في الخطوبه مره واحده وفي العرس كانت المره الثانيه والاخيره. البوليس زيروا شاديه واتهموها بلي قتلات سلمى حيت كانت باغا تزوج هي بدريس. شاديه بقات شاده في كلامها وقالت بلي الزواج مكاتب وهي غير كانت دايره الخاطر الام ديالها وخالتها، وحيت هي اصلا عندها علاقه بشاب اخر كيبغيو بعضياتهم وناويين يتزوجوا، ما كانش دايره دريس في بالها اصلا. قالت بلي هي فرحات بزاف بزواج دريس حيت هكا امها غتخليها تزوج بالشاب اللي كتبغيه، لانها هي ودريس كانوا غير اصدقاء وعاشوا بحال الخوت وما عمرهم ما فكروا يتزوجوا ببعضياتهم. شاديه زادت قنعات البوليس فاش وراتهم المحادثات اللي بينها وبين داك الشاب اللي كتبغيه واللي مستمره سنين قبل كاع ما يتزوج دريس. في هذا الوقت كانت حاله دريس بدات كتحسن، مشاو عنده البوليس باش ياخذوا التصريحات والاقوال ديالو. دريس كان شاد الفراش وعاود البوليس على سلمى اللي كانت بالنسبه ليه ملاك. دريس عاود البوليس على قصة التعارف ديالو مع سلمى في مدرسة المهندسين والعلاقة اللي كانت بيناتهم وكيفاش عرفها على عائلته نهار التخرج، وقال لهم بلي هو كان عارف ان مو باغا تزوجو بشاديه لانها من الصغر ديالو كانت كتقول ليه فاش تكمل قرايتك وتخدم وتعول على راسك غادي نزوجك ببنت خالتك شاديه، لانها بالنسبه ليها كانت بنت حادقه وفين ما حطاتها كتقضي ليها الغرض. الحاجه عائشه كانت كتبغي شاديه لانها ما عمرها ما كطيح كلمتها الارض، واللي قالتها ليها ما كاين غير حاضر ونعم، وإلا بغات الحاجه عائشه تخمل ولا تقاد الدار كتجيب شاديه تقضي ليها الغرض، وديما كانت كتوعدها بلي غتزوجها بولدها دريس وكتعيط لها عروستي. فاش كانت كتلاقى شاديه بدريس كيضحكوا ويهضروا عادي كتشوفهم الحاجه عائشه وكتقول لهم غنزوجكم، وهما كانوا كيضحكوا بهاد الهضره عادي. دريس قال لهم بلي هو كان عارف ان الام ديالو
غترفض الزواج ديالو بسلمى، ولكن ما دارش في بالو لانه كان متاكد من قراره وباغي يتزوج بسلمى. وقال لهم بلي فاش مشاو للدار من بعد ما تعرفوا على سلمى في مدرسه المهندسين، الام ديالو تعصبات بزاف وبقات كتعاير ورفضات زواجه من سلمى. لكن دريس كان كيبغي سلمى بزاف ومصمم ياخدها، وما عاود ليها والو على الرفض ديال الام ديالو. ولكن مو دارت شرع يديها وعيطات لسلمى تجي عندها للدار. وفاش جات عندها سلمى عيراتها وقالت لها بعدي من ولدي، انا باغاه لبنت اختي شاديه. الام دارت هادشي بلا خبر دريس، ولكن هو عرف بطريقته. وهنا مشى صالح سلمى وقال لها بلي ما غادي ياخذ حتى وحده من غيرها، وقال لها بلي شاديه كتبقى بحال اختو. فاش برهن لسلمى مشى جمع شاديه وامها والام ديالو الحاجه عائشه، وقال لهم بلي ما عمره ما غيتزوج شاديه لانها بحال اختو، وقلبو عامر بسلمى. ومن غير هادشي شاديه حتى هي ما باغياش تزوج به. دريس فرض قرار وقال الام ديالو انا غناخذ سلمى، بغيتي تمشي تخطبيها ليا تبارك الله، ما بغيتيش غادي نتوكل على الله الراسي، حيت متيقن ما كنجري غير في الخير وباغي ناخذ الانسانه اللي بغاها قلبي. هنا الام استسلمت وخافت تخسر ولدها ومشات خطبات ليه سلمى وداز كل شيء بخير، حتى طرات ديك الكارثه الليله ديال العرس. البوليس هنا جابوا الحاجه عائشه واستجبوها لانها هي اللي كانت واقفه على كل شيء في الكوزينه، وسولوها واش هي اللي كانت كتعطي الحلوى للسربايه. قالت لهم لا، التريتور هو اللي كان مكلف، انا كنت مشغوله بحوايج اخرى. وشويه بشويه بكثره الاسئله داخت وغلطات وطاحت في الفخ وقالت انا كنت مشغوله، عطيت للسربايه الحلوى والعصير تديهم لسلمى. البوليس وقفوها قالوا ليها كيفاش قلتي ما عندك علاقه بالسربايه والطريطور اللي مكلف، ودابا وليتي انتي اللي عطيتي الحلوى والعصير يمشيو للعروسه. الحاجه عائشه هنا بدات كتفتف، زادوا زيروها للبوليس وقالوا ليها غير قري، حنا عارفينك ما كنتيش حامله سلمى وما بغيتيش ولدك دريس يتزوج بيها. ولكن هي بقات شاده في الهضره ديالها وما بغاتش تعترف. البوليس كانوا متاكدين انها مولات الفعله وما بغاوش يطلقوا منها، حتى نهارت وفقدات السيطره وبدات كتقرب كل شيء. استسلمات الحاجه عيشه وقالت للبوليس كل شيء، قالت لهم انا اللي قتلت سلمى. وفاش سولوها البوليس علاش، قالت لهم حيت ولدي كان ديما داير ليا الخاطر وما عمرو رفض ليا شي طلب، ما كانش كيناقشني، اللي قلتها ليه كيديرها. ولكن فاش عرف سلمى ما بقاش بحال الاول، ما بقاش تحت طوعي وبغاها وخا انا كنت رافضه، ودار لي فراسو وداني بزز مني خطبتها ليه. قالت لهم انا راه ديجا هضرت مع سلمى وقلت لها بعدي من ولدي، ولكن هي ما سمعتش الهضره وعاودات كل شيء لدريس، وبسببها ما بقاش ولدي كيحملني. قالت لهم الحاجه عائشه انها لقات راسها قدام جوج اختيارات. قالت لهم لقيت راسي يا اما خاصني نتقبلها وسط العائله وانا ما حاملاهاش، يا اما نصفيها ليها حيت ولدي ما غاديش يفرقها، وانا اختاريت نصفيها ليها. ليله العرس جات عندها سلمى لاله مليكه، قالت لها اعطيني شويه الحلوى والعصير لبنتي. الحاجه عائشه قالت لها غير سيري تكلفي بالضياف، انا غادي نتكلف بسلمى. سلمى مشات مسكينه على نيتها، والحاجه عائشه جبدات السم اللي كانت جايباه معاها ودارته في العصير والحلوى وعطاتو للسربايه. والسربايه مسكينه حتى هي مشات وصلت داكشي للعروسه على نيتها بلا ما تعرف شنو هازه في يديها. في ذاك الوقت بقات الحاجه عائشه حاضيه ولدها من بعيد حيت كان مجمع مع صحابه، بقات حاضيه باش ما يدخلش عند سلمى وياكل معاها. الحاجه عائشه قدام البوليس ما كانتش متاثره ولا نادمه على ديك الفعله الكبيره اللي دارت، لدرجه انها قالت لهم الا رجع بيا الزمان اللور غندير نفس الفعله، لان ولدي بغى سلمى بزاف، بغاها لدرجه حسيت بالغيره منها، حسيت انه بغاها اكثر مني. قالت لهم كنت دا بنت اختي ما كانش غيطرى هادشي، ولكن هو ما سمعش هضرتي. وسلمى كون بعدات منه وسمعات الهضره ما كانش غتموت، ولكن حتى هي ما سمعتش. المهم كل شيء تصدم في الحاجه عائشه، المراه الكبيره الوقوره اللي كانوا كيحترموها بزاف، خاصه ولدها دريس. تحكمات عائشه بالمؤبد، ودريس بكثره ما جرحته الام ديالو ما كانش كيزورها وما قدرش يسامحها، واخا هي كانت كتطلب من بناتها اللي كانوا كيجيو يزوروها يجيبوه، ولكن هو ما عمره ما قبل هذا الشيء. من بعد ما دوزات الحاجه عائشه عامين ديال السجن، لقاوها ميته في الزنزانه ديالها بسكته قلبيه. قصه حزينه بزاف ونهايه صعيبه، ولا كان شي رساله من هذه القصه فهي موجهه للوالدين.
خليوا ولادكم يختاروا حياتهم كيف بغاو، يتحملوا مسؤولية اختياراتهم، سواء كانت اختيارات غلط ولا اختيارات صح. راه ولادكم هادوك ماشي دوما كتحركوهم كيف بغيتو وتحدوا المصير ديالهم. اغلب القصص النساء اللي كيدخلوا بزاف في حياة ولادهم وبناتهم كيخسروا كل شيء في الاخير. كنتمنى انكم تستافدوا من القصه حيث فيها عبره كبيره. مع الاسف الحاجه عيشه كانت كتبان انسانه ظريفه كل شيء كيحترمها، وتا واحد ما توقع انها تكون السبب في نهايه العروسه ليله عرسها. وهكذا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو، ونتمنى القصة تكون نالت استحسانكم، ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد. اذا كنتوا كتشوفوا الفيديو في الصباح نتمنى لكم نهار سعيد مليء بالطاقة الإيجابية، وإذا كنتوا كتشوفوه في الليل نتمنى لكم ليلة سعيدة، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع قصة جديدة. تهلاو في راسكم بزاف، وخاصة في الصحيحات بقاو على خير.